السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. عملنا مع بعض قبل كده تورتات وجاتوهات بدقيق الاسبونج الجاهز، وعملنا برضو بالدقيق البيتي بس بطريقة كنا بنفصل الصفار عن البياض، فكتير منكم محبهاش وكان بيقلق منها. انا النهاردة هعمل لكم الاسبونج بالدقيق البيتي العادي خالص بطريقة سهلة جدا. هتحطي كده كل المكونات على بعض، مش هتحتاجي اي حاجة خالص ولا اي افتكاسات فيها. بصوا الاسبونج لما يديكي الشكل ده كده قبل ما تدخليه الفرن اعرفي ان هو باذن الله ناجح. لما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. انا بفضل احط الاسبونج دايما في صاج علشان بيبقى فرص تشكيله معايا اكتر، بقدر اطلع منه حاجات كتير يعني. بس انت براحتك، لو عايزه تعمليه في صينيه مدوره هقولك ازاي وايه الصينيه اللي نستخدمها. انا الصاج ده بيطلع معايا ممكن جاتوهات زي دي كده بعدد كبير، او نعمل منه ميني تورتات. ممكن ونعمل كمان الكبات بتاعه النوتيلا والسنيكرز. لو حابين اعمل معاكم الكبات دي عرفوني، بس اهم حاجة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. في الاول كده انا هعمل هجيب 6 بيضات. البيض عندي بدرجة حرارة المطبخ، ويا ريت يكون لسه جاي يعني لسه طازة وما دخلش التلاجة خالص. عندي معلقة كبيرة من الفانيليا، وكوباية الا ربع من السكر، او كوباية ناقصة معلقة كبيرة كده من السكر. بنفس الكوباية هعاير بيها الدقيق. انا عندي هنا دقيق عادي خالص لجميع الاستخدامات، هستخدم منه كوباية ونص. انا بعاير بالكوبايات المعيارية بتبقى ادق شوية. لو انت عندك كوباية هتعايري بيها كل حاجة، يعني كل المقادير هتعايري بيها اللي هو المج العادي اللي احنا بنشرب بيه الشاي ده عشان يبقى مقداره مظبوط. عندي هنا نص معلقة كبيرة من البودر، او معلقتين، يعني ممكن معلقة صغيرة مليانة. عندي معلقتين ونص من النشا، ومعلقتين ونص من الكاكاو الخام الغير محلى. هحط كل المواد الجافة على بعضها كده وهنخلها مرة واحدة بالشكل ده كده. الكاكاو طبعا لازم يتنخل عشان بيبقى فيه تكتلات. هنزل بقى بالدقيق والخليط بتاعي كله على البيض، كله في حاجة واحدة. ممكن تستخدمي المضرب اليدوي، سوري، المضرب الكهرباء. المضرب اليدوي مش هينفع خالص. المضرب الكهرباء او العجان اللي متاح عندك. ومعايا نص كوباية من المية بدرجة حرارة المطبخ برضو. السر بقى هنا في المحسن الجل. عندي هنا معلقة كبيرة من المحسن الجل. انا بستخدم المتحدة، وبجيب الاكياس الصغيرة دي علشان الاكياس الكبيرة لما بتتفتح ما بينفعش تقعد فترة طويلة، بتبوظ على طول. باخد منه معلقة كبيرة مليانة. هو الباكو ده تقريبا بيبقى 50 جرام او 60 جرام، فانتي ممكن تستخدميه كله او تستخدميه اقل منه حاجة بسيطة. معلقة كبيرة مليانة بتبقى كويسة جدا. بصوا الخليط بتاعي انا بدأت بيه عامل ازاي. وهنفضل مشغلين كده المضرب او العجان من 8 دقايق ل10 دقايق متواصل، مش هتفصلي خالص. ولو هتضربي بالمضرب اليدوي يبقى هتشتغلي بيه في اتجاه واحد، يعني اتجاه لفة ايدك تبقى في اتجاه واحد. ما تلفيش كده شوية وتعكسي علشان ما تطلعيش الهواء اللي انتي دخلتيه. بالشكل ده بصوا هتلاقوا العجان عندي اتملى. انا مستخدمة كوباية ونص دقيق، يعني مش كمية كبيرة خالص من الدقيق. هتلاقيها ملت العجان معايا وعملت معايا فوم عالي جدا زي الكريمة. لما بتحس ان القوام بتاعك بقى تقيل جدا وما بينزلش بسهولة، مش سايل كده، بيبقى خلاص كده هو وصل معايا للمرحلة اللي انا عايزاها. بصوا بالشكل ده كده تمام قوي. هبدأ اخرجه بقى عشان افضيه. انتي لو حابة تعمليها تورتاية مدورة هتعمليها في صينية مقاس 20، هتديكي 3 طبقات حلوين جدا. بتجيبي الصينية بتدهنيها دهنة خفيفة من الزيت او اي حاجة عشان تلزق لي ورقة الزبدة، وبعدين لازم ورقة زبدة يا جماعة عشان تعرفي تخرجيها بسهولة. هبدأ افضي الخليط بتاعي كده في الصاج. الصاج ده ممكن يديني تعملي منه 3 طبقات جاتو، او تعملي منه تورتاية ميني اللي هي مقاس 16. هتديكي تورتاية حلوة جدا، والكسر اللي بيطلع منه بنعمله كبات زي اللي شفناها كده. بتبقى حلوة جدا برضو. انا بحب صراحة السوا بتاع الصاج، لان الصاج ما بياخدش مني ربع ساعة في الفرن بالظبط. على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. لو تورتاية في صينية مدورة هتقعد معاكي من ساعة الا ربع لساعة، ولازم تسيبيها يعني ما تفتحيش عليها قبل ساعة الا ربع، وبعد كده تختبريها. الصاج ما بيهدرش معايا في الحرف بتاعه، الحرف ما بينشفش لانه ما بياخدش وقت طويل في الفرن. وهو بالظبط ربع ساعة وتبدأي تشيكي عليه بتلاقيه استوى على طول.
وطبعا درجة الحرارة 180، ولازم يكون على الشبكة في الرف اللي في النص. هبدأ اسويه كده، لان هو اللي بيدخل بيه الشكل اللي بيدخل بيه بيخرج بيه. هو ما بيعلاش في الفرن طبعا، لان احنا عارفين الاسبونج بياخد الارتفاع بتاعه قبل ما يدخل الفرن. يعني احنا بندخل فيه الهواء كده، وبيبقى بالارتفاع بتاعه اللي بيدخل بيه بيرتفع حاجة بسيطة او بيخرج نفس السمك بتاعه. بس اهم حاجة نسوي الوش بتاعه كده، وادخله بقى الفرن ربع ساعة، وبيخرج معايا بالشكل ده. بسيبه يبرد تماما. بصوا لما تحس ان هو خلاص كده فك من جنب الصاج، وهو بيبان على طول، بتدخلي خلة بتلاقيها خلاص استوت من جوه. هسيبه يبرد تماما قبل ما اقلبه. وبعدين هبدأ اشيل ورقة الزبدة بالراحة كده، علشان الاسبونج ده بيكون طري وهش جدا، فممكن يتقطع منك. فهنسلكه كده بالراحة، وتشيلي ورقة الاسبونج، ورقة الزبدة اسفة، وشكليه بقى زي ما انت عايزة. تعملي بيه حاجات كتير جدا. ولو طريقته عجبتكم ان شاء الله، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان يستفيدوا منه. ولو حابين اعمل لكم قبات زي اللي شفتوها كده في الاول، لو لقيت تفاعل على الفيديو ان شاء الله هعمل لكم. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله.